لو بتحاول تجيب عملاء على موقع مستقل بقالك فترة ومش عارف وخلاص بدأت تحس بالإحباط واليأس، أنا جاي في الفيديو ده أرجع لك الأمل والحماس من تاني، علشان هحكي لك إزاي كسبت $200 من عميل واحد على موقع مستقل، بالرغم من إن ده كان أول عميل ليا على المنصة. وخليني أحكي لك قصة أول شغلانة وأول عميل على منصة مستقل. في يوم من الايام كنت قاعد بقلب في منصه مستقل للعمل الحر، بدور على فرصه مناسبه ليا والمهارات اللي بقدر اشتغلها. كنت بقدم على شغلانات وعروض كتير بتنزل على المنصه، ولكن بدون اي جدوى بسبب ان المنافسه كانت شديده جدا، وحسابي كان جديد ما كانش عليه حتى تقييم واحد. وده طبعا خلى الموضوع صعب شويه بالنسبه لي في الاول، لان العملاء الجداد دول لسه مش واثقين فيا ومش عارفين انا بقدم ايه او بعمل ايه بالظبط. علشان كده ما كانش في فرصه حقيقيه نثبت فيها نفسي او اقدر اثبت شغلي او اوريهم شغلي عامل ازاي. مرت ايام واسابيع على كده وبدات احس بالاحباط واليأس اللي انت حاسس بيه دلوقتي. كنت بصحى كل يوم على امل ان انا اقدر اجيب اول شغلانه ليا من منصه مستقل. كنت بتابع عروض الشغل اللي بتنزل بشكل دوري وبشكل مستمر، وكنت دايما بقدم على الشغلانات اللي بتنزل بميزانيه $25، يعني الشغلانات الرخيصه على المنصه. بس للاسف ما كنتش موفق خالص في البدايه، بس بالرغم من كده ما فقدتش الامل. كنت عارف ان البدايات دايما صعبه، لكني كنت حريص ان انا افضل مكمل ومستمر. وفي الوقت ده برضو كنت بقضي فتره كبيره او وقت كبير بطور فيه من مهاراتي ومن الحاجات اللي انا بقدر اقدمها للعملاء. كنت بتعلم اكتر عن ان ازاي اجيب اول عميل ليا او اول شغلانه على منصه مستقل، زي مثلا ازاي اكتب بروبوزال قوي اقدر اجذب بيه انتباه العملاء واخليهم يشوفوا البروبوزال بتاعي والشغل بتاعي. واتاكدت وقتها ان النجاح مش هيجي على مستقل بكتر البروبوزال اللي انا بقدمه على الشغلات اللي بتنزل، ولكن هيجي بالطريقه اللي بتكتب بيها البروبوزال بتاعك وبالطريقه اللي انت بتقدم بيها نفسك على المنصه. وفي يوم من الايام وانا بقلب في الشغلانات اللي بتنزل على منصه مستقل، لقيت شغلانه نازله انا عملت زيها لاكتر من 100 عميل، ولكن على منصه خمسات. ولو لسه ما شفتش قصه نجاحنا على منصه خمسات وازاي قدرنا نكسب اكتر من $3000 على المنصه، هتلاقي الفيديو ده في المقترحات في اخر الفيديو ده. والشغلانه دي كانت نازله بميزانيه من 50 ل $100، والعميل كان عاوز حد يعمل له تصميم هويه بصريه لقناه اليوتيوب بتاعته، واللي هي عباره عن شعار او لوجو القناه والبانر بتاع القناه والانترو والاوترو للقناه. وانا بصراحه اول ما شفت الشغلانه دي نازله على الموقع قلت بس هي الشغلانه دي اللي هتكون من نصيبي، لان انا عملتها لاكتر من 100 عميل على منصه خمسات، فبالتالي عارف كل حته فيها بتتعمل ازاي وعارف متطلبات العميل فيها بيكون محتاج ايه بالظبط. وفعلا قدرت اجهز بروبوزال قوي قدرت اظهر فيه ان انا الشخص المناسب للعميل ده وللمشروع، زي اني كتبت مثلا للعميل في البروبوزال بتاعي ان انا قدرت انفذ الشغلانه دي او المشروع ده لاكتر من 100 عميل، قدرت اساعدهم في تصميم الهويه البصريه لقنوات اليوتيوب بتاعتي. وقلت له كمان ان في نماذج وامثله للتصميمات دي موجوده في المرفقات تحت البروبوزال على طول، وكمان البورتفوليو بتاعي على منصه مستقل في نماذج كتير جدا للنوع ده من التصميمات. وكنت محدد سعر للعميل $75، يعني لا هو اقل سعر $50 ولا اعلى سعر اللي هو $100، عشان برضو اقل سعر ممكن يدي انطباع للعميل ان الشغل ممكن يكون مش قد المستوى اللي العميل طلب، او يديله انطباع ان الشغل ده قليل الجوده او جودته سيئه شويه. وبعد ايام لقيت العميل بعت لي رساله وبيقول لي انه تم اختياري للمشروع. وقتها ما كنتش مصدق والله من الفرحه، لاني اتاكدت وقتها ان الاستمراريه هي السبب الوحيد ان الشغلانه دي تبقى من نصيبي. ولو انا كنت استسلمت لليأس والاحباط اللي جولي في اول ما بدات شغل على مستقل، كان زمان الشغلانه دي ما كانتش متاحه ليا في الوقت. بدانا طبعا وقتها نتكلم انا والعميل عن تفاصيل المشروع ده، وانه عاوز الهويه البصريه يكون شكلها عامل ازاي، بعد ما سالته طبعا عن نشاط القناه بتاعته بتتكلم عن. وقتها العميل عرض عليا عرض اضافي، وهو اني اعمل له حوالي 120 صورة مصغرة لفيديوهاته على يوتيوب، الصورة المصغرة اللي هي الصمنيل. ووضح لي ان الصور المصغرة دي هي بستايل واحد، لكن المحتوى النصي اللي جوه الصور دي هو بس اللي هيكون متغير. وعرض عليا $200 للمشروع كله، والمشروع كان مناسب للميزانية بصراحة، وبدأت اشتغل على المشروع ده بكل حماس عنه، لان ده اول مشروع ليا على مستقل ولازم اخد تقييم حلو من العميل، لان ده هيساعدني اقدر اخد الشغلانة اللي بعدها بشكل اسهل. فاكرين انا كنت مركز بس مع الشغلانات اللي بتنزل $25، لكن سبحان الله ربنا كان شايل لي حاجه اكبر شويه. طبعا المشروع ده خلصته على خير في اقل من اسبوع، والعميل كتب لي تقييم حلو جدا، تقريبا كتب لي تقييم مكون من 5 أو 6 سطور. متخيل التقييم اصلا عامل ازاي؟ وهو ده التقييم اللي كتبه لي وقتها. وبصراحة العميل المحترم ده كان أخ عراقي، بالرغم من إن أنا ليا تجربة سابقة مع عميل عراقي على منصة خمسات، إلا إني مؤمن إن كل شخص بيعبر عن نفسه هو بس، مش بيعبر عن المكان اللي اتولد فيه ولا بيعبر عن البيئة المحيطة بيه. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي عاوز أقول لك اوعى تيأس، ولو فضلت مستمر في البحث عن الفرص المناسبة ليك والمهارات صدقني هتلاقي النجاح بيخبط على بابك. استمر في السعي يا صديقي وتعلم على قد ما تقدر من كل محاولة أو تجربة بتمر بيها، وبالتوفيق ليك يا صديقي. ولو وصلت لحد هنا وحابب
حابب تتعلم اكتر عن الفريلانس وازاي بنشتغل كفريلانسر على منصات العمل الحر، اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام.